رئيس وزراء الصومال الأسبق حسن علي خير هذا العام هو أحد المرشحين للرئاسة في الصومال. الانتخابات المرتقبة في الصومال، وأعلن ترشحه للمنصب بعد اقتراح من البرلمان الفيدرالي الصومالي بإقالته في 23 من فبراير 2017. عين الرئيس محمد عبد الله فرماجو حسن علي خير رئيسا للوزراء. يحمل الجنسية النرويجية، ليس لديه خبرة سياسية، كان رجل أعمال قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب. تعرض حسن علي خير لانتقادات بسبب تسليمه الصومالي عبد الكريم موسى قلبي داغنا إلى إثيوبيا. هجوم 17 من ديسمبر على مقر حزب وداجير بقيادة عبد الرحمن عبد الشكور. ومن بين المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية إقالة رئيس مجلس النواب في البرلمان الاتحادي الأستاذ محمد شيخ عثمان جواري، وحظر السفر من قبل رئيسين سابقين، والعقوبات المفروضة على كيسمايو جوبالاند. الضغط على سكان مقديشو. يقول محللون سياسيون إن حسن علي خير دكتاتور يهدد الديمقراطية الصومالية.